السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو انتي عروسة لسه جديدة عايزة تشتري طقم جرانيت او اللي هو طقم حلل يعني. النهاردة جاي اعمل لك ريفيو كده على طقم حلل تيتانيوم، هو مش جرانيت. الجرانيت ده يعني التيتانيوم حاجة من الجرانيت. بصي، هي كلها مسميات وكلها كده، بس في شوية حاجات كده عجبتني فيه، فانا عشان كده اشتريته. طبعا لو انتي بتجهزي جديد الطقم ده هيكون مفيد وشامل وعملي بالنسبة لك وحلو جدا. انا اخترت اللون الاسود، هو 14 قطعة. طبعا هو كان في منه الوان كتير، نبيتي وبامبا ورمادي وحاجات كده ونحاسي. كل الوانه بجد حلوة. دي نوع الماركة بتاعته. بص، دي مقاسات الحلل، وهنا المستورد بتاعه هو تركي ومختوم، على فكرة ان هو تركي. من جوه هتلاقوا ان هو مختوم، ودي مقاسات الحلل بتاعته بكلها. بصوا، ده اللي هو متقسم بيكون ده 5 طبقات. طبعا كل ما الطبقات دي بتزيد كل ما بتكون الحماية بتاعته بيكون جودته افضل. في 5، في 6 كمان على فكرة. بيكون حلو جدا جدا كمان. وفي 3 وفي 2، بس طبعا ما انصحش بيهم لان دولت اول ما بنبتدي نشتغل معاهم بيقشروا على طول. تمام. هو جاي طبعا في علبة كده جميلة، انا عجبتني برضو العلبة بتاعته، شكلها شيك وحلو ومتينة، وانا استخدمتها في حاجات تاني بعد كده لانها بجد حلوة. تمام. هبتدي دلوقتي اطلع لكم القطع اللي فيه. هو 4 حلل وجريلا وصينية و2 كده ماسك. تمام. تغليفهم زي ما قلت لكم حلو. الحلل مربعة، انا ما عنديش المربع وعمري ما جبت منه المربع، كان عندي جرانيت مدور. برضو هقول لكم المشكلة اللي كانت في ده والمشكلة اللي عجبتني في ده. ده اولا من تحت هنا مفيش خالص ألمونيوم، ودي حاجة كانت بالنسبة لي جميل لان الألمونيوم بعد فترة بيصفر مهما تدعكي فيه ومهما تنضفي فيه بيصفر. طبعا انا بقول لكم ان هي حجمها تقيل، وزنها تقيل. بصوا بقى، الايد دي كمان مطبوخة في الجريل، ودي حاجة من الحاجات اللي انا كانت عجباني لان التانية ما كانتش مطبوخة، كان في حتة ألمونيوم كده او استانلس ظاهرة، وبعد فترة بتصفر وتنظيفها بيكون صعب جدا وبتتكسر يعني. عشان كده حاولت اني انا اتلاشى الغلطات اللي غلطتها في الطقم التاني الاولاني اللي كان معايا في الطقم التاني، واجيب حاجات انا كنت متضررة منها. وهقول لكم كده انا وماشية كل حاجة كنت متضررة وحاولت اتلاشاها ازاي في الطقم الجديد ده. تمام كده. هنزله تحت لاني البتاع كان كبيرة قوي عليا، فمش طايلة اوصل فوق كل شوية. تمام. دي اللي اول حاجة اللي وريتها لكم، الجريلا. دي مقاس 24، مقاس كويس، انا شايفة ان هو كويس وعملي وحجمها مناسب بالنسبة لي. لو انت عايزة اكبر تمام، 24 او 26 مش متذكرة بصراحة. دي الطاجن بتاعها، بصوا برضو نفس النظام، توزيع الحرارة منه فيه نفس النوع. ده اسمه زي ما قلت لكم تيتانيوم، مش جرانيت ولا سيراميك ولا الكلام ده. تمام. خامته انضف واحسن وجميلة، انا عن نفسي عجبتني جدا. دي الماسك بتاع الصواني بيتركب فيها، بصوا كده وكده. طبعا عشان لو عايزة تفكيها وتغسليها، ودي حاجة افضل من ان هو يكون لازق فيها، لان اللازق فيها بيطلع اولا من الحرارة وبيسيب مكانه علامة وبيسود تحته وبيلم دهون. فده افضل بكتير ان هو يكون بيتشال ويتركب زي ما انت عايزة. تمام كده. ده الطاجن، وقلت لكم الجريل. بعد كده هنبتدي ندخل في الحلل. الحلل زي ما قلت لكم هي مربعة. انا ما جبتش قبل كده المربع، كنت دايما يعني اللي عندي كان مدور. دي اول مرة اجيب المربع. التغليف بتاعه زي ما قلت لكم جميل. طيب برضو الدراعات زي ما قلت لكم هي مطبوخة منها فيها في الحلة. تمام. لو انتي متابعاني لحد دلوقتي متنسيش تعملي اللايك، لو انتي ما عملتيهوش يا ريت تعملي اللايك. بصي، الحلة مطبوخة الايد فيها. اوعي تجيبي الايد المفصولة او الايد مفك، دي اللي بتتفك وتتربط. تمام. لان دي حاجة وحشة جدا. الغطا اللي انتوا شايفينه ده برضو انا ما كنتش حابة اني انا اجيب حاجة برضو بمسمار، بس لما سمعت كده والناس قالوا لي برضو المطبوخ لو وقع بيتكسر فبتبقى مشكلة، فبالمسمار بنغير المسمار وبنعالج القصة تاني. تمام كده. دي اصغر مقاس فيهم. كان حجمها كويس لو انتي بتعملي رز، لو انتي شوية طبيخ كده قليلين هتبقى جميلة فيها خالص.
زي ما قلت لكم توزيع الحرارة فيها من تحت برضو التيتانيوم اللي هو الدهان الاسود ده، مش ستانلس او ألمونيوم ممكن يصفر معاكي مع الوقت، لا. وطبعا اللون الاسود مش بصعوبة ان هو بيتوسخ او يبان فيه الاتساخ، فده لون بيبقى جميل. بس انتي برضو زي ما يعني عشان تحافظي عليه على طول على طول ايدك فيه. ده المقاس التاني للحلة، برضو حجمها مقاسها كويس، هما زي ما قلت لكم 4 حلل. طيب عشان تحافظي على الحلل لفترة كويسة، وكمان عشان ما تلزقش قبل ما تستخدميها، تجيبي شوية زيت كده في قطنة او في الفرشة بتاعة الزيت، وتدعكي كل الحلل من جوه. مهم جدا جدا الموضوع ده. وتسيبيها كده ساعتين 3، وبعد كده تولعي عليها النار، تاخد دقيقتين على النار او يعني مش دقيقتين، يعني اول ما تسخن كده الحله في الزيت بتاعها، بتطفي وتغسلي الحلل عادي وتحطيها وتعينيها. هتستخدميها بعد كده لفترات طويله، مش هتلزق معاكي نهائي. الخطوه دي مهمه جدا، انا عملتها في حلتين اللي لحقتهم في الطقم القديم، فعلا هم اللي عايشين معايا لحد دلوقتي كويسين، مش بيلزقوا ابدا. التانيين الى حد ما بيلزقوا، بس شغالين يعني مش وحشين. ده كده كان طقم النهاردة. ده طقم الحلل اللي هو قلت لكم عليه التيتانيوم، هو عامل حوالي 6000. بجد تجيبي حاجة واحدة سعرها كويس افضل من انك تجيبي ابو 1500 و2000 ومش عارفة، وتلاقي كراكيب ملهاش لازمة كلها وتبوظ معاكي بسرعة وملهاش لازمة بجد. ان شاء الله هنزل لكم فيديوهات كتير بحاجات اللي جبتها قريب، العمليه والكويسه، تنفع للعروسه وتنفع للي بتجدد. بس طبعا ما تنسيش تدعميني باللايك والاشتراك في القناه لو انتي اول مره تشوفيني، وان شاء الله فيديوهاتي تعجبكم باذن الله. دي كده لفه كامله على الطقم، واشوفكم فيديو جديد. مع السلامه.